اعذروني لو في صوت طلع فيه لدغه كده ولا كده، عشان انا مركب التقويم دلوقتي. المهم ندخل في الموضوع على طول. مؤخرا بدأنا نشوف البلاك بيل بتتهاجم بشكل غريب، وطبعا كل واحد بيقول اللي على مزاجه، واللي عايز يطلع البلاك بيل غلط يألف فيها، واللي يقول لك الشكل مش عارف ايه، وطبعا محدش بيراجع ورا حد. والمشكله ان في ناس كتيره بتصدقهم. في كومنتات بتجيلي: طب يا احمد انت ما بتعرفش تثبت دي حاجه مش موجوده في البلاك بيل اصلا، في واحد الفها وهاجمها، وحد تاني بقى سمعها منه جاي يقول لي يا احمد ازاي الحاجه دي موجوده، او اثبت لي صحه الحاجه دي. يا حبيبي الحاجه دي مش موجوده. زي مثلا يتقال لك ايه، واحد وسيم مراته سابته. ما ينفعش يبقى وسيم وشخصيته قويه مثلا؟ عادي. ممكن واحد يبقى الفا مش وسيم ومعاه فلوس ومعاه معارف وشهره وابوه لواء وابوه كل حاجه، ايه المشكله؟ انت ما شفتش ده، دي مشكلتك انت. واللي يقول لك الشخصيه اهم من الشكل، واللي يقعد يالف على اساس ان الاتنين عكس بعض وكده. الاتنين نفس المدرسه على فكره، تمام؟ وفي حاجات كتيره مشتركه بين البلاك بيل والريد بيل، الاتنين مع بعض. يعني الارتباط الفوقي ده موجود في الاتنين، الاختبارات البنت موجوده في الاتنين. البنت ما بتحبش الراجل، او ما بتحبش الراجل لشخصه، وبتحب الحاجه اللي جايه منه، موجوده في الاتنين. البنت ما عندهاش ولاء للراجل وممكن تسيبك في اي لحظه، موجوده في الاتنين. يعني الاتنين مش ضد بعض اصلا، فيها نسب واولويات مختلفه، بس الاتنين نفس المدرسه. وكل اللي في البلاك بيل تقريبا واخدين ريد بيل فوق ال 90 5. ما شفتش واحد واخد بلاك بيل لوحدها، قليل قوي لما الاقي حد بيعمل كده. واللي لازم تفهمه ان البلاك بيل بتخليك تدير الواقع مش تهرب منه. وهوضح لك ليه هم بيعملوا كده وايه هدفهم من القصه دي، لان كل ده مش صدفه على فكره. واللي يقول لك ده كلام ميديا ملوش اساس علمي، مع ان البلاك بيل شغاله على الحيوانات شغاله على الكائنات الحيه كلها. يعني هي شغاله في الحيوانات قبل البشر. صباح الفل. البلاك بيل دي شغاله ايام الديناصورات، انت متخيل؟ شغاله على السمك، شغاله على الجمبري. اقول لك ايه اكتر من كده، شغاله في الطاووس، شغاله في الغزال. مش مصدق؟ روح دور. انت اللي ما رحتش تدور دي مشكلتك انت، مش مشكلتي انا. اول سبب بتتهاجم بقى البلاك بيل عشانه، عشان هي بتفضح الوعود الفارغه من الاخر كده. في وهم بيتباع في الريد بيل، ايه هو؟ انك بشخصيتك تقدر تعمل كل حاجه. هو الريد بيل جميل، والله ما فيش مشكله فيه، وبنستفاد منه، وبيخلي عندك حدود وكرامه وكل حاجه، بس مش كل حاجه. طب ولو انت مش مصدق، روح اقف جنب واحد وسيم عنك بمراحل، وقف جنبه بس، وامشوا في الشارع او اتعاملوا مع بنات، اي حاجه، وهتشوف الفرق بنفسك. البلاك بيل تقول لك لا اقف، انت عندك سقف. وده طبعا ما يعجبش الكوتشات، مسوقين الامل، واللي بيبيعوا حلول سريعه طبعا. فلازم تتهاجم، هي لازم تتهاجم عشان الحاجات دي. وهل ده بس؟ لا، ده في حاجات تانية. تاني حاجة، وان هي بتتكلم عن الواقع اللي مالكش يد فيه. اه، جيناتك لها سقف، هتعرف تعدل في نفسك، في شكلك، في عضلاتك، في لبسك، في ريحتك، في مظهرك. كلام يحترم. تصنيفك 4 من 10، يوم ما تبقى برنس هتطلع 6. بس ده اخرك. هي مشكلة البلاك بيل في كده، ان هي ملهاش حلول كتيرة، ولو ليها حلول بتبقى ايه 20 30 40% بالكتير، اكتر من كده مفيش. انما هي لا بتقولك روح اعمل عملية تطول نفسك، ولا روح خبط وشك مش عارف فين وطلع جولاين، ولا روح مش عارف ايه خالص. هي بتقولك الامر بيحصل 1 2 3، وبسبب كذا كذا كذا، والسلام عليكم. بس اي حد هيديك حل في البلاك بيل، اعرف ان الحل ده منه هو، او من الشخص اللي هو واخد منه المعلومة. انما كالبلاك بيل كنظرية ما بتديش حلول، ولا بتدعك له سلوك معين، ولا بتقولك روح اكتئب، ولا بتقولك روح عيش الوهم، ولا بتقولك تقبل. هي براحتك انت وايه وعقليتك. والناس لحد دلوقتي مش قادرة تفهم بين التبرير والفهم، فطبعا بيحولوا الحاجة دي لسلوك للشر. اه، ايه ده البلاك بيل محبطة، يبقى نفكنا منها. مع ان لو ركزنا في الريد بيل هنلاقي فيها نفس الحاجات برضو، بس مش ده موضوعنا. تالت حاجة، وهي ان الاعتراف بيها مؤلم نفسيا. اوعى تكون فاكر ان حاجة سهلة. لما اجي بقولك ايه، انت هتاخد معاملة معينة بناء على جيناتك، في سقف مش هتعديه. الموضوع ده مش حاجة سهلة زي ما انت متخيل. في ناس عايشة على الوهم، في ناس عايشة على حتة ان الريد بيل اقدر اعمل بيه كل حاجة، هو جميل وكل حاجة، وانا ما بنكرهوش وما بجيبهوش بالشر.
زي ما هم بيعملوا. فالبلاك بيل بيهدد الصورة دي طبعا، فبدل ما بيراجع نفسه ويشوف ايه الصح وايه الغلط وايه اللي كان ماشي فيه غلط وما ينفعش يكمل فيه، يشوف ايه اساس النظرية، يشوف الكلام ده ماشي في الكائنات الحية التانية ولا لا، ما خش شوف. تمام. لا، يختار ان هو يكذب الفكرة ويقول حاجات مش موجودة في النظرية اصلا، ويقعد يألف ويغلط فيها. ودي حاجة اسمها مغالطة الرجل القش عموما. تقدروا تعملوا سيرش على الموضوع ده. تمام. ان هو انا هجيب لك البلاك بيل، هقول حاجة هي ما قالتهاش وهاجمها. وحاجة كمان ان في ناس محتاجة تطلعها غلط بأي تمن، ايا كان ده على حساب ايه. ان انا هألف، هلف وادور، هقول حاجات عنها ما حصلتش ما اتقالتش، ما تعرفش انا جايبها من انهي مصدر، وهاجمها. المهم ان انا اخلي الناس تنفر منها. ولازم تفهم ان في ناس بتهاجم البلاك بيل وهي عارفة انها صح، بس عشان تثبت لك ان الريد بيل لوحده كفاية او ان الشخصية لوحدها كفاية. فلما يعترف ان في قيود جينية، او ان جيناتك ليها سقف معين، او جيناتك متحكمة في جزء كبير من الحاجة دي، فده انهيار للخطاب كله او للمحتوى اللي هو بيقدمه كله. اللي هو الريد بيل قايم على حتة ان هو يقدر يعمل كل حاجة، على اساس اللي شكله حلو وكده ما يقدرش يعمل الحاجات دي. طبعا اللي بيهاجم البلاك بيل يقول لك بص وسيم وتساب، ما يقدرش يطلعه الفا. ما خدتش بالك؟ سيناريو لازم يترسم في اي حد بيهاجم البلاك بيل. لو ركزت في الحاجات دي هتكتشف ان هم بيلفوا ويدوروا وعايزين يطلعوا اي مخرج في الريد بيل. هم دلوقتي قالوا لك ان الريد بيل كل حاجه تقريبا، وهو اللي بيخلي البنت تنجذب لك، وهو والاختبارات واصل وفصل. يجي بعد كده يقول لك الشكل بيفرق. طب ما انت هنا حطيت لي حدود، يبقى اذا الريد بيل اللي انت حكيته لي ما كانش كامل بقى. فطبعا ده بيكشف ايه، يبتدي يشوه الكلمة، يخترع حاجات ويألف ويرد على مزاجه، ويقول حاجات بقى زي ما هو عايز، ويستخدم عليك تكنيكات عار. يقول لك ايه، اللي بيعترفوا بالبلاك بيل دول ناس كذا، وبيشتموا والله. طب ما ده تكنيك عار يا اسطى. لا عادي، ما عندوش هو مشكلة. المهم ان هو يشوه لك الفكرة نفسها. اتمنى ان الصورة تكون وضحت لك. والبلاك بيل شغالة على اي حاجة فيها روح. تخيل يعني حتى الزرع، الورد ده انت متخيل في بلاك بيل. وده طبعا هشرحه في فيديو تاني، وهقول لك ازاي بيحصل، وهخليك انت اللي بنفسك تتأكد بحاجة زي دي، عشان تعرف هل حاجة زي دي محتاجة نظرية ولا لا.